رابعا، لا زال الكلام في المورد 35. رابعا، ذكر انهزام بدر الدين من مظفر الدين. لما توفي نور الدين الصبي وملك أخوه ناصر الدين الطفل، تجدد لمظفر الدين ولعماد الدين زنكي طمع للصغر سن ناصر الدين، فجمع الرجال وتجهزا للحركة، فظهر ذلك وقصد بعض أصحابهم طرف ولاية الموصل بالنهب والفساد. وقصد بعض أصحابهم طرف ولاية الموصل بالنهب والفساد. هؤلاء الزنكيون يسلبون وينهبون ويفسدون في الموصل، في بلاد المسلمين، في أموال المسلمين، في أملاك المسلمين، في أرواح المسلمين. التفت جيدا إلى ما قاله المؤلف، قال بالنهب والفساد، ولا أدري أي ملك يتحدث عنه للطفل الصغير بعمر 3 سنين، وأي ملك يتحدث عنه لصبي بعمر 10 سنين مريض بأمراض عديدة اختفى على أثرها، لا يعرف هل هو حي أو ميت. بل أي ملك كان لأبيهما في سطوة وتسلط وتحكم لؤلؤ بالبلاد. وسنذكر لكم لاحقا بعض الأمور عن لؤلؤ بإذن الله تعالى. فقط أريد أن أسجل هنا، يعني أيضا لا ننسى نعطي إلى حد ما بعض المبرر، بعض المشروعية، بعض أو كل الشكر والثناء لابن الأثير، وهو يكتب أو كتب هذا التاريخ في عصر وعهد وسلطنة لؤلؤ. وهذا لؤلؤ الماكر الذي أنهى عائلة كاملة، وبعد هذا ستعرفون وتسلط على الموصل وأخذ الموصل وصارت السلطنة له بعد أن قضى على هذا الخط من عائلة الزنكيين بهذا المكر والدهاء، والذي حكم طويلا في البلاد. وستعرفون غرائب عن لؤلؤ، ستعرفون الفسحة التي كان يستغلها ابن الأثير لكتابة هذا التاريخ مع ضمان حياته ووجوده وكيانه وأهله وعائلته وأمواله وكتبه وعلمه مع سلطان لؤلؤ. فجزاه الله خير الجزاء، جزاه الله خير جزاء المحسنين على ما فعل وعلى ما كتب وعلى ما وصلنا من كتاباته. وكان يكمل ابن الأثير يقول: وكان بدر الدين لؤلؤ قد سير ولده الأكبر في جمع صالح من العسكر إلى الملك الأشرف ابن الملك العادل بحلب نجدة له بسبب اجتماع الفرنج بمصر، وهو يريد أن يدخل بلاد الفرنج التي بساحل الشام ينهبها ويخربها، ليعود بعض من بدمياط إلى بلادهم، فيخف الأمر على الملك الكامل ابن الملك العادل صاحب مصر. أقول أيضا التفت هنا أيضا إلى ما قاله المؤلف: ينهبها ويخربها. طبيعي هذا الأمر، التخريب والسلب والنهب. يقول: فلما رأى بدر الدين تحرك مظفر الدين وعماد الدين زنكي وأن بعض عسكره بالشام أرسل إلى، لاحظ لما رأى بدر الدين هذا لؤلؤ، لما رأى بأن مظفر الدين وعماد الدين تحركوا باتجاهه وباتجاه أراضيه، وكان بعض عسكره بالشام قد أرسله للشام لمساندة أبناء العادل، يقول: أرسل أي لؤلؤ إلى عسكر الملك الأشراف الذي بنصيبين يستدعيهم ليعتضد بهم، وكان المقدم عليهم مملوك الأشرف. لاحظ من دائما في النيابة، في رئاسة الوزراء، في نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس الوزراء، نائب القائد العام للقوات المسلحة، دائما هذه البدعة الزنكية الأيوبية السلجوقية
الخراسانية، الكذائية، الأعجمية، دائما المملوك. هل هذا هو نهج عمر رضي الله عن عمر؟ هل هذا هو نهجه في السياسة، في الدولة، في القيادة، في الأمرة؟ صارت الأمور بيد المماليك. يقول: وكان المقدم عليهم مملوك الأشرف اسمه أيبك، فساروا إلى الموصل 4 رجب سنة 16 و600، طبعا 616 هجري. أقول: هل يحتاج الإلفات إلى أن أيبك مملوك للأشرف بن العادل الأيوبي، المملوك أصلا للزنكيين، وهؤلاء الزنكيون مماليك للسلاجقة الترك؟ صار مملوك المملوك. هذا أيبك. يكمل ابن الأثير: والتقوا هم والخصم، فتقدم إليه مظفر الدين فلم يمكنه الوقوف، فعاد إلى الموصل وعبر دجلة إلى القلعة. لاحظ، لم يذكر عنوان الانهزام. لماذا؟ لأن هذا بدر الدين، لأن هذا لؤلؤ، لأن هذا يعود إلى حكم وسلطنة وحكام الموصل، يعود إلى الزنكيين. إذن لا يتحدث عن هزيمة، هذا يعود إلى من يهواه أو من يخاف منه. يقول: والتقوا هم والخصم، فتقدم إليه مظفر الدين فلم يمكنه، أي لم يمكن بدر الدين لؤلؤ، الوقوف، فعاد إلى الموصل وعبر دجلة إلى القلعة، ونزل منها إلى البلد، ورحل زنكي ليلا، وعادوا نحو أربل.